مساء الخير عليكم البنات، كيما راكم تشوفوا معايا اليوم جبت لكم حلوة تلهليلات ان شاء الله تنال اعجابكم. بنوة كوكو. نبداو على بركة الله بطريقة التحضير. تشوفوا هنا البنات عندي كاس سكر كريستاليزي. هنا الكاس هذا يرفد لي 250 غرام. راح ندير 4 حبات بيض، وراح ندير فاني، راح ندير زيت سيترون، وراح ندير كاس زيت هكذا. كيما راكم تشوفوا البنات نبداو نخلطوا كامل في هذو المقادير حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس. كيما قلت لكم البنات، هذه الحلوى بزاف اقتصاديه، معناتها كاس زيت راح يخرج لي قيس 70 حبه تاع حلوه تهليلات بنوات كوكو. معناتها بالنسبه اللي حبوا يديروها في الاعياد ولا القهوه تاع صباح وعشيه، نقول لكم بزاف زكيه واقتصاديه وبزاف بنينه. هنا واش راح ندير البنات؟ راح نبدا ندير في الفارينه. هنا ندير غير بالعقل. عندي وحده لا ليفور هكذا. دوكا هنا البنات راح نبدا ندير غير في الفارينه هذيك غير بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. ما لازمش تكون ناشفه بزاف هذيك العجينه، لازم تكون طريه. كما راكم تشوفوا معايا، تبعوا معايا لا فيديو حتى التالي وراح تشوفوا على النتيجه اللي راح نتحصلوا عليها. كيما راكم تشوفوا البنات، ودائما نوصيكم ودائما نعطيكم هذه الملاحظه، نقول لكم اي حلوه نديروها ما لازمش نعجنوها، لازم نلايموها برك. انا هنا ما رانيش نعجن، معناتها راني نلايم فيها برك. راكم تشوفوا هنايا راهي جاريه، راح نبقى نزيد لها في الفارينه حتى نتحصلوا على عجينه قلت لكم طريه. لازمش تكون ناشفه بزاف، بالك ديروا لها الفارينه بزاف حتى تنشفوها بزاف، باسكو علاه راني حبيتها تجيني خفيفه وكما نقولوا باش تجي تذوب في الفم ثاني. نزيد لها شويه فارينه. بالنسبه هنايا للزاز سيترون تقدروا ديروا لها حتى تاع تشينا، معناتها يرجع لكم الاختيار. هكذا نليموها. وماذا بكم البنات تكون عندكم فارينه تكون ذات جوده تكون مليحه. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا، طريه ماشي ناشفه بزاف. هنا واش راح ندير؟ راح نقرصها هكا، نديرها 3 بارتي باش نبدا نخدم غير بالعقل. انا هنا مانيش نعجنها، راني لايم فيها. نحطها هكذايا ونغطيها بساشي ولا مهم باش ما تنشفليش، ونحطها تروبوزي لي او موا واحد 10 دقائق. هنا البنات بعد ما روبوزات لي راح نبدا ندير لكم فلافور. هنا راح ندير شويه تاع الزيت، كي شغل راح نديرو حلوة الطابع. راح ندير شويه زيت هكذا البنات، وراح نحلها بالحلال. هنا البنات لازم نحلوها رقيقه باش ما تجيناش خشينه، ما تجيناش معجنه. هنا نحلوها دوك، تشوفوا انا دوك هنا نحلها ودوك نوري لكم السمك تاعها شحال، ومن بعد نقطعها بلا بورتي بياس تكون مدوره وسهله مهله. معناتها هذه حلوه اقتصاديه و ميم طون بزاف بزاف سهله. معناتها تشبه للكوكا، معناتها ماشي واعره كامل، معناتها اي وحده تقدر تخدمها، سورتو العواتق تاعنا. كيما راكم تشوفوا البنات، هذا هو كيما نقولوا الاخر تاعها. كيما راكم تشوفوا هنا البنات بعد ما قطعتها، هنا لازم يكون عندي مربى المشمش، ولا تحبوا ديروا حتى تاع لا فريز اللي حبيتو ماشي مشكل. انا هنا راح نديرها بالمشماش كيما راكم تشوفوا.
هذا المشماش كيما نقولوا منزلي، معناتها خدمناه في الدار. هنا كل واحد واش عنده، كل واحد ومقدورو. هنا كيما راكم تشوفوا البنات نسيي نابويي هكذا باش نغلق الحبة تاع الحلوى تاعي، وبالفرشيطة راح نبيكيها شوية باش برك نديروا لها هكا شكل برك، شكل بزاف خفيف وسهل. بزاف بنات يقولوا لي ديري لنا شويه اقتصادي، ديري لنا لي غاتو ساك، ديري لنا الحاجه اللي سهله وما تشدش اليد. نقول لكم هذه وصفه من هذوك الوصفات، ونوعدكم البنات بما يخص الحلويات الجافه ولا الحلويات السهله. كل خطره ندير لكم موديل ان شاء الله قبل العيد هكذا او موان في كما نقولوا تلقاوهم. هذا هو الشكل تاعنا تاع حبه الحلوى تاعنا. دوك هنا بيان سور نحطوها في سنيوه ونطيبوها على درجه 180. قسمة تحمر لنا غير من التحت، نزيدو نحمروها تحميره خفيفه من الفوق ونخليوها تبرد، ومن بعد نديروا لها الديكور تاعها اللي هو بزاف ساهل. تبعوا معايا لا فيديو حتى التالي راح تشوفوا النتيجه اللي راح نتحصلوا عليها. نغلقوها مليح البنات هكذا باش كي يكون طيب ثانيك ما يخرجناش المعجون هكذا. هذا هو الشكل تاعنا تاع الحبه. انا نكمل البنات كامل هذو ما لكم تشوفوا فيهم ونعاود نولي لكم. هكذا البنات نديرها في سنيوه ندخلها الطيب عفوا هكذا كيما راكم تشوفوا البنات. هنا عندي نواه كوكو، شوفوا الحلوه تاعنا بعد ما طابت. حندير لها المعجون من الفوق. ديكور جد بسيط. هنا البنات عطيتكم كيما نقولوا ما كاش ابسط من هكذا. هنايا ما صبش البانسو تاعي، ديروا لها هنا بالبانسو هكا المعجون وتحطوا لها نواه كوكو من الفوق كيما راكم تشوفوا هكذا. هذه الحلوى باش نقول لكم قدمات تقعد تطرى معناتها دوكا شويه شاده روحها باسكو جديده، بصح على بالكم حلوه الزيت كل ما تقعد تطرى كيما نقولوا تطرى وتولي مبسه مليحه. شوفوا البنات انا نكمل كامل تزيين هذا راكم تشوفوني ندير فيه ونوريها لكم بيان سور في صحن التقديم هكذا. هذه هي حلوتنا البنات، سهله خفيفه وظريفه. شوفوا البنات هذه هي الحلوى اللي كملناها وتحصلنا عليها ما شاء الله عليها زاكيه. نقول لكم بكاس زيت واحد تخرجوا فيها 70 حبه. نقول لكم البنات اذا عجبتكم ماذا بكم ديروا لي عليها جيم، واذا عجبتكم قناتي البنات بالنسبه للمشتركات الجدد ديروا لي فيها ابوني. نقول لكم البنات ديروا رنة الجرس باش دائما يلحقكم جديد تاعي. نقول لكم ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها معايا. ان شاء الله ديروها كما قلنا قهوة العشية ولا لأعيادكم. نقول لكم البنات مع السلامة، نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.